اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه اصدقاء برنامج زين. الحقيقه في حاله كده من التغيير حاصله في الاستوديو بعد ما عرفوا ان الفقره النهارده عن الحب، وكل واحد اتكلم في الفاصل ده عن الحب بمنظوره هو. يعني الشيف نهال قالت انا بعبر عن حبي لاسرتي باكله حلوه. مجموعه مصورات زميلات عزيزات اتكلموا عن الحب، الرعايه للاطفال اكتر، وساعات بيعملوا احتفال في عيد الحب، وبعد بكره هيعملوا مفاجاه في البيت. لكن أنا بتكلم النهاردة في الفقرة مش بس عن مظاهر الحب دي، بتكلم عن الحب الشامل الكبير. ممكن يكون حب الوطن، حب الحياة، حب العمل، حب الأصدقاء، حب الجيران. إزاي يكون الحالة دي سايدة في المجتمع المصري؟ واحنا عارفين العالم كله بقى فيه يعني رومانسية مفقودة، وبقى فيه ماديات وإيقاع لاهث سريع. هي ظروف الحياة بقت كده، ولكن احنا هنحاول مع بعض نرجع الرومانسية لعرشها المفقود. رحبوا معايا بضيوفي على الهوا النهارده، ان شاء الله متالقين ودايما منورين معايا في زينه وغير زينه. والكاتبه الصحفيه الاستاذه يعني نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير الاهرام. هي ليها اهتمام خاص بالاسره المصريه والتعليم كمان، كونها رئيسه قسم التعليم في الاهرام. ايضا ليها علاقه بالاسره، يعني الاسره صحيح. والتعليم وجهان لعمله واحده يعني. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. وبرحب بدكتور عبد الله غازي، استشاري الصحه النفسيه، والحقيقه ليه اراء دايما وجيهه ومحترمه جدا لصالح البيت المصري. منور يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبين. طيبة. الحقيقه انا قلت مقدمه من قلبي، لان فعلا المجتمع كله او العالم كله حاسس ان الرومانسيه يعني اهتز عرشها، ما عادتش موجوده زي زمان. بنشوف افلام قديمه بنحس ايه ده، هو كان في المشاعر دي موجوده كده؟ الحاله اللي فيها نبل وفيها تسامي كانت واضحه جدا في المشهد العام. صحيح. دلوقتي ايه اللي حصل؟ طبعا الموضوع بتاعك موضوع حلو جدا ومتناسب مع 4 فبراير القادم، 4 نوفمبر القادم، اللي هو عيد الحب المصري زي ما بيقولوا. طبعا مشاعر الحب دي مفقودة لأسباب كثيرة جدا، ضغوط الحياة، مشاغل الحياة، اهتمام الأب والأم بالنواحي المادية وتوفير النواحي المادية لأولادهم. طبعا احنا بنتكلم عن الحب الأسري، يعني حب الأب والأم الأولاد، والحب المتبادل بين الأولاد للأب والأم. فالضغوط الحياة والمشاغل والسرعة في الحياة والاعتماد على السوشيال ميديا والإنترنت والفيسبوك والواتساب اللي طول النهار يعني هاوسين ولادنا وهاوسين يعني أغلبية المجتمع، ده كله خلى المشاعر تقل. ما بقاش فيه زي ما بنقول كنا بنتجمع على ترابيزة واحدة ساعة الأكل، نقعد مع بعض كأسرة نتكلم ويبقى فيه حوار مشترك، يبقى فيه فيلم حلو أو مسرحية حلوة قاعدين بنتفرج وبنضحك وبنتسلى وبنتناقش وبنفتكر المشهد ده والموقف ده. الحاجات دي كلها دلوقتي قلت نتيجة مشاغل الحياة وضغوط الحياة. وأنا أذكر مقولة للدكتور مصطفى محمود بيقول إن أغلب مشاكلنا النفسية سببها افتقادنا للحب أو بحثنا عن الحب. فيا ريت نرجع تاني لدفء المشاعر والدفء الأسري، والأب اللي بيجمع أولاده على ترابيزة واحدة ساعة الفطار ساعة الغداء، إن شاء الله حتى يوم يعني مرة واحدة في اليوم، مش لازم يعني مع تناول كل الوجبات. يبقى فيه تاني الدراما ترجع لدورها، انها تبتدي تناقش القضايا الأسرية، مشاكل الطبقة المتوسطة اللي هي يعني بيتشكل منها معظم المجتمع المصري، وقد ايه بيبقى فيها مشاعر وفيها دفء، قد ايه بيبقى العلاقات ما بين الجيران كمان وبعضهم. كان زمان اللي يعمل أكلة حلوة يبعت للتاني طبق معرفش ايه وأكلة معرفش ايه، الحاجات دي اختفت. انت دلوقتي ممكن ما تعرفيش جارك ما تعرفيش اللي جنبك، ما تعرفيش اللي في الشقه اللي فوقيكي. عايزين الحاجات الجميله اللي كان بيتميز بيها المجتمع المصري، وكانت بتدي يعني السمه الحلوه للشعب المصري من كرم ومن تزاور ومن علاقات اجتماعيه جميله ترجع مره اخرى. أنا بشكرك جدا لأنك قلتي ببساطة كده السمة الأصلية الأساسية عند الشعب المصري. فعلا طبيعتنا نادرة في المجتمع كله، ولكن في شوية غبار مغطي الحاجات الحلوة دي. هو السؤال المطروح النهاردة إزاي يرجع كل ده للضوء تاني، كل المعاني الحلوة، كل المشاعر المحلقة النبيلة اللي فيها شهامة وفيها عطاء وفيها إيثار وفيها تعاون مع الجيران والأصدقاء. دكتور عبد الله، الحقيقة أستاذة نيفين لخصت المشهد.
حضرتك بقى فصص لنا كل مظهر من المظاهر اللي ذكرتها، وقول لنا يعني ازاي نوصل لحل جميل، بدايه من مظهر التكنولوجيا السلبيه في الانترنت، وكل واحد معاه موبايل وقاعد في ركن منفصل في البيت. الحقيقه انت والاستاذه نيفين لخصتوا حاجات كتيره جدا، واحسن حد يتكلم عن الحب هم الجماعه الستات يعني. هو الحب حاله كبيره جدا، ويعني احد الفلاسفه او غيره بيقول ان الحب هو الحياه، ولولا ان في حب للشيء انا ما بعملهوش. لو انا ما بحبش حد ما بندمجش معاه، لو انا ما بحبش الشغل بتاعي ما بروحوش، لو انا ما بحبش ابني فانا مش هربيه كويس، لو انا ما بحبش جاري الى اخره من كل هذه الاشياء، فبالتالي ما بيكونش فيه العلاقه دي. هي المشكله خلينا نكون واقعيين ونشوف الواقع فيه ايه، ونبدا نقول ازاي بقى نعالج الواقع ده. هو فعلا في غياب لعمليه العاطفه والرومانسيه والوجدانيات الموجوده عند الناس في العالم كله، مش هنا في مصر بس. وبالتالي ده بيخلق مشكلات كبيره جدا، منها الطلاق ومنها الخلع ومنها القتل ومنها الانحراف ومنها الانحرافات بجميع اشكالها المتعدده. صح. ليه؟ لان انا فاقد الحب هنا، فبطلع ابحث عنه اما بطريقه صحيحه او طريقه سلبيه وسيئه. بيزيد على ذلك كل التكنولوجيا اللي عملت فصل فظيع للانسان عن الواقع الحقيقي ودخل الواقع الافتراضي، ويبقى هو ايضا في لجوء للواقع الافتراضي هو بيبحث ايضا عن الحب، بيبحث عن الاهتمام. طيب عشان ما ندخش في الدوامه ديت، احنا ازاي نرجع حاله الحب دي؟ الحب حاله كبيره، حاله مش يعني كلمه الحب ديت او عاطفه الحب حاجه كبيره، فبغذيها اشياء كثيره جدا. هنا بقى توقف. هي استاذه نيفين قالت مشهد لطيف قوي كان موجود يعني بصوره كبيره في الزمن الجميل زي ما بيقولوا. مشهد العيله المصريه وهي مجتمع على وجبه، على الفطار، على الغداء، على العشاء، الحوار المتواصل، صحيح. حاله الوهج اللي فيها مشاعر جميله. صحيح. كل ده اختفى، مفيش حد بيقعد يتغدى مع حد، كل واحد بياكل لوحده دلوقتي. صح. المواعيد مختلفه. نبدا من المشاهد الصغيره دي لانها كلها مع بعض ما تتجمع بتكمل الصوره وتجمل الصوره. بالظبط، هو ده احد مغذيات الحب او علاج الحاله العاطفيه الجافه اللي موجوده دلوقتي، وهي منها الحوار. الحوار مهم جدا، سواء في العلاقات الزوجيه، سواء بين الابناء، سواء في الشغل بينك وبين زملائك، بينك وبين مدير. ليه؟ لان انا بأطرح ما بداخلي من فكر ومن عاطفه امام الاخر، وبالتالي هو بيقدر يفهمني كويس، بقدر انا افهمه كويس، بنقدر نصحح وجهات النظر اللي موجوده عندنا احنا الاثنين لو كان في شيء. انما طول ما انا مقفول على نفسي والاخر مقفول على نفسه، فبيزيد بينا الضغائن ويدخل بينا يعني تخيلات غير حقيقيه. فحاله الحوار دي مفقوده جدا، لذلك احنا في العلاقات الزوجيه اللي بقت منتشره بشكل رهيب جدا دلوقتي وفيها خلافات كتير، الحوار الزوجي منعدم، الحوار بين الابناء والاباء منعدم، الحوار بين طب يا دكتور عبد الله، يعني حضرتك قلت المشهد الواقعي، احنا عايزين نطلع من الواقعيه دي لافتراض يا ريت يكون موجود. يعني هو الامر الواقع انه في مشغوليات كتير في الحياه، في سعي عشان لقمه العيش، صح. في حد بيشتغل شغله واثنين وثلاثه، فحد هيرد دلوقتي وهو شايفني يقول لي نقعد ايه ورومانسيه ايه، ما احنا طول النهار بنشتغل. حضرتك لازم تجاوب عليه. طب يعني بسيط جدا، يعني خليك وانت بتتغدى ولا بتاكل ولا حاجه، يعني اتكلم نص ساعه، اسال ايه اللي تم، عملتوا ايه النهارده، خليتوا ايه. الحوار ده بيجيب حاجات، بس عود نفسك ان يبقى فيه جزء صغير وانت راجع من البيت بتشرب شاي، بتاكل اي حاجه، اعمل الحوار ده. مش شرط تكمل حوار، مش شرط بالمساحه تكون كبيره، بالتليفون لو انت بعيد، برساله، كل شويه اطمئن، يعني كل ما ده بيؤدي للاهتمام، يبقى بيزيد مرحله الحوار ويؤدي الى نوع من الاهتمام. طيب حضرتك قلت برضو اقتراح لطيف جدا، التواصل حتى عن طريق الواتساب مثلا او عن طريق رساله، اي رساله بسيطه، رسالة سواء صوتية. للزوجه او للابناء، ان فيها انا معاكم، يعني فيها المعنى ده واضح. ساعات الناس بتتجوز ويفوت سنه واثنين وثلاثه واربعه وبعدين يضحكوا على ده، يعني لو حصل المشهد ده قدام حد متجوز يقول ايه ده انتوا لسه بتعملوا الحاجات دي، بيبقى في سخريه من المناظر دي. اعتقد المشاهد دي ممكن تكون مفتاح للسعاده، قد ايه هي بسيطه لكن مؤثره. تعليق المراه ايه بقى؟ بس انا خايفه ان هم يبقوا قاعدين مع بعض في مكان واحد زي اللي احنا قاعدين فيه دي، وبيكلموا مع بعض واتساب وفيسبوك وكده، هو ده المشكله. لا ما ينفعش. بيحصل ده بيحصل يعني، ومتهيألي ده بيحصل في بيوتنا كلنا يعني. لكن الفكره في ان فعلا لازم يبقى في حوار بين الام وبين بنتها،
حضرتك لو يعني تابعتي الفترة الأخيرة نسب الطلاق وارتفاع نسب الطلاق في سن يعني مبكر جدا، ده أهم أسبابه إن الأم ما بقتش تقعد مع بنتها، ما بقتش تقعد تتكلم معاها، ما بقتش البنت تفضفض لأمها، ما بقاش في الحالة دي موجودة عندنا في الأسرة المصرية زي كانت موجودة زمان. فطبعا لازم احنا مسألة الحوار دي ما يبقاش مجرد شعارات بنقولها في وسائل الإعلام، تبقى واقعية بالفعل. لازم يرجع الأب تاني يوجه ابنه، لازم ترجع الأم تتكلم مع ابنها، لازم يبقى الابناء والاخوات هم سر بعض، لازم ترجع الحاله دي بهذا الشكل. لكن مساله بقى ان الكل يعني ابن يعتمد على اصحابه واصدقاء السوء والاصدقاء اللي هم ما عندهمش خبره اصلا في الحياه، يعني صديقه اللي بينصحه بان هو يعمل مثلا في مشكله ما ان يحلها بالطريقه دي او دي، طب ما هو صاحبك ده من سنك، انتوا الاثنين ما عندكوش الخبره الكافيه اللي يقدر ينصحك انك انت يعني تبقى ايجابي في المساله دي او انك انت تاخد قرار في الموقف ده. فلازم يرجع حاله الحوار دي ما بين الجميع، وزي ما يعني من خلال برنامج حضرتك ومن خلال وسائل الاعلام المختلفه واحنا كمان في الصحافه نكتب مقالات عن ده، نرجع المعاني الجميله دي، نبتدي يعني نشيع مساله الحوار ومساله الحب ومساله الترابط على الاسري. فكره استاذه نيفين، ومساله الكلمه الحلوه طبعا يعني الكلمه الحلوه شكرا، تفرق. انا اسف من فضلك، اني احيي جهد حد عمله قدامي، كل الحاجات دي البسيطه دي ممكن بتكون مشهد جميل فيه مشاعر نبيله. عموما صحيح. هنشوف معاكم دلوقتي الشارع المصري شايف ازاي الرومانسيه، هي لسه موجوده في حياته ولا اختفت؟ هنشوف.